يعني يعيشون هذه الفرحة، فهي بمثابة دفعة معنوية كبيرة وحلم بالنسبة لهؤلاء للخوض في غمار كرة القدم. لما لا الاقتداء باللاعبين الذين تابعناهم بالمونديال. يعني الصورة الكبيرة اللي هي كأس العالم هي مترسخة الآن في أذهان الأطفال الصغار، وهذا شيء إيجابي. وهذا هو الهدف من الرياضة. الهدف من الرياضة والمشاركة على مستوى العالي أو تحت أرقام قياسية، والاستقبال اللي دائما سيدنا كيستقبل الأبطال وكيستقبل يعني المنتخبات اللي فازت هذيك الاستحقاقات اللي فازت بها، باش كيعطي واحد الدافع يعني معنوي ونفسي لهذوك الأطفال أنهم هناك مستقبل، يعني باش أنهم يرتبطوا بهذيك الرياضة. وكرة القدم يعني تقريبا لجيتي الآن على مستوى والمغرب فكتلقى جميع الاحياء الشعبيه ولا الازقه ولا المدارس ولا كل ملاعب، يعني تقريبا الا جينا ناخذوا الحصيل يعني الحصيله العامه من ملاعب كره القدم موجوده الى جانب العاب القوى، كره اليد، كره السله. فهذا كيبان على ان هناك واحد الاهتمام، والطفل هو هذه ما الا وسيله اللي كتدفعه انه يبحث على هذا العالم اللي هو عالم كره القدم ويرتبط به ويدفع به. حتى بالنسبه للكره النسويه شفنا واحد مجموعه من الفتيات الان بدات كتعاطى كره القدم النسويه بدون احراج، ولات كتدخل الشارع ولات كتلعب حتى هي امام يعني الملاء. هذا كله اشياء ايجابيه في كره القدم. بحثا عن افاق اخرى طبيعيه اخرى كره القدم نموذج. اظن ان الوجهه سوف تكون الان الى مدينه وجده، مراسلون من هناك بلاوي. مساء الخير، دائما ما تستقبلنا بالرقاده. اريد ان بلاوي فعلا معنا، دائما ما كنت تستقبلنا بالرقاده، اليوم تستقبلنا بالقميص الوطني. هنيئا لك. أريد مثل ذلك القميص أن يحضر أن تهديني إياه خلال البلاطوات القادمة. بلاوي، كيف هي الأجواء عندك بوجدة؟ أين هي الرقادة بلاوي؟ نعم، الصورة رائعة جدا يا خالد، الصورة هنا رائعة جدا جدا جدا. إنجاز تاريخي للمنتخب الوطني. المنتخب الوطني كافح الجمهور الذي نزل إلى الشوارع ليحتفل ليعبر بصوت واحد: عاش المغرب، عاش المغرب، ربع النهائي، عاش المغرب. تصريحات الحجة، وشنو إحساسك؟ السلام عليكم. يعجز اللسان عن التعبير عن الفرحة التي عمت البيوت كبيرها وصغيرها، ونحن فرحانين فرحانين، والعقبة إن شاء الله لا كوب دي موند إن شاء الله إن شاء الله. هنيئا لنا مغاربه، هنيئا للطاقم، للسرقجة، لسيدنا المغاربه، الوجاده، خصوصا الوجاده. تعاش الملك، تحيه تحيه، هنيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. قالها الرقراقي: ديروا النيه ديروا النيه ديروا النيه، عاش الملك. كما تتابعون وتشاهدون بطبيعة الحال أن الكل فارح والكل سعيد بهذا الانتصار. الأخ خالد، الرقادة كاينة موجودة بشارع محمد الخامس بمختلف الشوارع. المهم أن المغرب انتصر بطبيعة الحال مع حضور الجمهور هنا بهذه الساحة، لأنه دليل على ذلك. شكرا، مع السلامة. من مدينة وجدة. الرائع في كل هذا وأن جميع الفئات العمرية تشارك في هذا الإنجاز الكبير. الأطفال، الصغار، الشيوخ، النساء، الرجال، كل المغاربة اليوم هم وراء المنتخب الوطني، سعداء بهذا الإنجاز الكبير. الروح المعنوية مرتفعة كما قلت في البداية. نتمنى أن نواصل إلى أبعد نقطة ممكنة صور الفرحة من باريس الفرنسية، العاصمة الفرنسية، بعد نهاية المباراة. كل الأعمار السنية والفئات العمرية تحتفل، هستيريا تعم جميع الأماكن التي يتواجد فيها المغاربة، حتى أن من هناك من استسلم للجلوس دون التعبير عن أي شيء، إيمانا منه بأن اللحظة كانت قوية. وهذا ما عشناه في استوديو عبيس، نفس الأحاسيس، غبطة ومشاعر لحظة هذه الفرحة بعد نهاية المباراة. سوف تبقى للذكرى، سوف تبقى للتاريخ عبيس. احنا يعني مهتمين وعندنا يعني تجربه على مستوى يعني في كره القدم، وهكا فرحنا فرحه يعني المواطن، يعني فرحنا كتفرح من غير انك كمسؤوليه عندنا ديال التحليل نتبعوا ادق التفاصيل، ولكن الفرحه ملي كتخرج كمواطن. فرحنا يعني بشكل هستيري هنايا في البلاطو،
كذلك احنا سمعنا الاصوات على مستوى يعني الاستوديو، الكواليس راه مستمره لحد الان، مستمره فرحانين. وهنا كيبان الاخوان كلهم خرجوا كيتسابقوا باش انهم يديروا تقديم سريع، ولكن هذه الفرحه تعرف باريس ما هي باريس هي عاصمه من العواصم يعني الاوروبيه، وبالتالي ان العالم المغربي الان يرفرف. فهذه كله شوف حنا كيبان لنا هذا الشيء صغير لان كيعتبر اي واحد، ولكن هناك جارات اللي كتألم الان لان كتقول هذه النجاحات ديال المغرب. وحنا كما بان وليد الركراكي ما قالش هي اعتباطيا هي من ناحيه، ولكن هناك كان من يعني كيشير اشارات كيقول لهم اودي حنا غنوصلوا رغم ما عطاوهم من المؤشرات، كيقولوا بان المنتخب المغربي هو منتخب سيعود في الطائره الاولى، مجموعه من المصطلحات اللي هي لا تليق. الان سي عبيس حنا المغاربه الحمد لله بشهاده العالم نشتغل نواصل العمل ليس في كرة القدم فقط ولكن في جميع المجالات. القدوة ديال سيدنا دائما انه دائما يشتغل بصمت، ما عندوش رد فعل ديالو مع اي كان، وبالتالي دائما اننا نحن موجودين في هذه المحافل الدوليه. اكيد التفعيل بالقوى حطمنا، حنا كنا الاولين اللي حطمنا الارقام القياسيه العالميه في جميع قلت لك الارقام العالميه وغيرنا المختبرات العالميه. الان كما قلت لك وليد الركراكي سيغير من المجموعه العلميه التابعه للفيفا في يعني اللي في كره القدم في ان بلوك با، يعني في كتله دفاعيه متاخره، كيفاش تجري فيها يعني مباريات من المستوى العالي، كيفاش تدبر، كيفاش ان هذيك التنسيق اللي غيكونوا الحركيه ويعني وهذاك الانسجام اللي كان بين اللاعبين بتركيبه غير متنوعه، لان كانت كان كيتغير عنصر او عنصرين، وهذا الشيء راه ماشي سهل وماشي اي واحد كتعطى له هذه الامكانيات. الخلاصه ما عشناه الان ان وليد الركراكي جاء بفكره العائله، لما شمل العائله الصغيره اللي هي المنتخب الوطني، شفنا مجموعه من اللاعبين كانوا غادروا المنتخب ثم اعادهم وليد الركراكي ليكون هذه العائله. هذه العائله الصغيره جمعت العائله الكبيره اللي هي كل الشعب المغربي، والصور من فاس التي تحتفل بدورها بهذا الانجاز الكبير. عبس كما قلت العائله المغربيه الان تحتفل، تواصل العمل، والتاريخ يشهد ويدون ويسجل مثل هذه الانجازات اليوم. شوف وليد الركراكي يعني اقتبس يعني ربما حتى الفكر ديالو، لانه عندنا القدوه والسيدنا دائما كيقول لك شعبي العزيز، يعني ما كيقول الشعب العزيز راه هو الاب ديالنا، هو الاب ديالنا. فهو حاول ما يمكن يطور هذا الفكر هذا ويجيبوا الفريق اللي هو فريق كره القدم، واللي هو الان هو العصري، انك تكون واحد المجموعه على اب اسره متحده متعاونه متآزره باش كتخليك انك انت تبدل القوه ديالك تكون، لان ما يمكنش واحد او لا واحد خط معين هو اللي يمكن يغير لك نظرة المباراة. فبالتالي هو لعب على هذه الرنه هذه، وهذه الرنه واقعيه، لان الحمد لله عرف كيفاش يلم الشمل، كيفاش يخلق هذيك القوه، وهذيك القوه هي اللي خلات شفنا لاعبين الان ما كيخرجوا كيتغيروا ما كيلعبوش عادي ما كاينش مشكل وكل ساهم، ما شفناش كاع الاشكاليات، رغم ان شفنا منتخبات اللي هي تعتبر القدوه ديال على مستوى كره القدم خرجات، وكانت تطحنات بين اللاعبين يعني خرجات بين المدربين، وان شاء الله يستمر هذه الاستمراريه هذه. نواصل فرحتنا وهذا العرس الكروي إن صح التعبير الذي أخرج جميع المغاربة. نعود لمدينة العيون مباشرة من هناك مرة أخرى مع بتاح. على ما أعتقد أكيد بأن بتاح أنت تغير الأقمصة الآن كما يغيرها اللاعبون. فرحة كبيرة، القميص الوطني الآن أصبح رمز كل المغاربة. بتاح تفضل. أجل غيرت القميص لأؤكد على أنه ليس بتغيير القميص سيتغير المسائل، ولكن المنتخب الوطني أكد اليوم على أنه في المستوى كما تشوف، على أنه الجميع هنا فرحة كبرى. لا أستطيع أن أعبر لك عن الفرحة الكبرى بمدينة العيون وبكل الأقاليم. كل السلطات وفرت، والشيء الجميل في المملكة على أنه لا أحداث لا شغب، فرحة كبرى وتعبيرا عن تلاحم بين الشعب والملك والمنتخب الوطني. جمع الكثير، كرة القدم تجمعنا. الأكيد على أنه مجموعة من التصريحات اللي بغيها الجميع، وراي الكثير اللي باغي يعطي التصريحات، ولكن مرة نعطوا لكل حد باش يعطي تصريحاته. اليوم المنتخب الوطني فرحة كبرى، والتأكيد اليوم بالزي يعني بالزي الوطني وقميص المنتخب الوطني. ماذا تقول لنا؟ اولا هنيئا المنتخب الوطني المغربي على هذا الانجاز العظيم اللي عدل، وتحيه خاصه له. كنهنئوا مولي الشعب المغربي بهذا النجاح، ونتمنى وان شاء الله لاكوب علاش لا
ان شاء الله يا ربي. وتحيه خاصه لكم كاملين وللسلطات ويعني وهذه الفرحه يعني كنقتسموها مع الناس كاملين. وتحيه خاصه للشعب المغربي وهنيئا للمنتخب الوطني، هنيئا اسود الاطلس وهنيئا وليد الركراكي على هذه الانجازات الجيده. المنتخب الوطني أقوى دفاع أكدها اليوم على أن الكل يعني تفاعل عندما جاءت ضربات الترجيحية. كانت ثقة كبيرة من الأطفال الصغار قبل الكبار والكل تلاحم. الآن لنشوف تصريحات على المنتخب الوطني، ماذا يمكن اليوم هذه الفرحة الكبرى؟ الحمد لله الفرحة هاي كبيرة حتى مولي ونبعدوا شوي عن السياسة ونتبعوا الوطن ونتبعوا هاي، والحمد لله استثناء هاي المرحلة بشعور من الحمد لله. إذا لازال ماذا يمكن أن تقول لنا اليوم المنتخب الوطني على أنه فاز فرحة كبرى وكتشوف على الجميع على الأجواء في مدينة؟ اليوم فرحنا المنتخب المغربي بزاف، خصوصا بونو بعد ما قطع بزاف ديال الكرات ولعبوا ماتش واعر، وكما كنشوفوا بزاف ديال الناس كيحتفلوا وفرحة عامة في العيون وفي المغرب كامل وديما المغرب. إذا دائما المغرب، دائما هنا طفل صغير أبى إلا أن يقول كلمته للنخبة الوطنية. شنو تقول لنا؟ مساء الله المغرب، أنا مساء الله المغرب يا ربي غيربح وباش نزيد نكبر. إذا ثقة كبرى للصغير قبل الكبير، هذه فرحتنا. الأجواء احتفالية، لأنه لا تعليق على هذه الاحتفالات مدينة العيون، يعني جميع الشوارع ممتلئة، ولكن نؤكد على أن الشعب المغربي أكد على رياضته لا في الميدان ولا خارج الميدان، احتفالات دون شغب، هذا هو الجميل واحتفالي. والكل كان يطمح على أن النخبة الوطنية هذا الموسم وفي هذه الكاس لم يسجل علينا أي هدف إلا بنيران صديقة، وسنواصل لك الخط. فعلا محمد بتاح، أشكر حماسك، أشكر لك نقل هذه الأجواء الممتعة والرائعة من مدينة العيون جنوب المغرب. التهاني متبادلة بين جميع المغاربة، وجلالة الملك محمد السادس نصره الله يهنئ المنتخب الوطني. فعلى إثر المقابلة التي جمعت المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره الإسباني اليوم، هنأ جلالة الملك محمد السادس نصره الله أعضاء المنتخب الوطني على مسارهم وتأهلهم التاريخي إلى دور ربع النهائي لكأس العالم فيفا قطر 2022. وهكذا أجرى جلالة الملك اتصالا هاتفيا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي الأقجع ومدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي، وأعرب جلالته عن أحر التهاني للاعبين والطاقمين التقني والإداري الذين قدموا أفضل ما لديهم وبصموا على مسار رائع خلال هذه المسابقة الرياضية الكبرى. وأشاد جلالة الملك بالأداء التاريخي لأعضاء المنتخب الوطني الذين كانوا في مستوى طموحات وتطلعات الجمهور المغربي العريض الذي يشجعهم بالمغرب وفي قطر وفي جميع أنحاء العالم، داعيا إياهم إلى الحفاظ على